هذا الفيديو درتو خصيصا للوالدين اللي كيدابزوا قدام ولادهم، سواء يكون المشكل بسيط او لا مشكل كبير، لان بسبب هذا البلان هذا تقدر تخرج على ولدك ولا بنتك ويقدر يوصل لهذه المرحله هذه. كنت يدخل بالليل تيبقى الام تيبقى يضربها ويسطم لها على راسها. واحد النهار مازال صغير قال لي دخل للبيت. من دخلت للبيت طرقت عليا الباب، فتحت الباب غير شويه سرع موس ضرب الام ديالي لوجهها. تخيل معايا بان اب كيضرب مرته وكيعفط عليها قدام ولده. تما فين نبدا الاعتداء على نفسي، وتما فين تزيد حياتي الظلام. اول ضربه في وجهي انايا اللي هي عندي عمليه هاي هذه على حساب الام ديالي، هذا العرق ديال الريق قايس. وكيف القاعده متى شدروا معكم لايك نتوصلوا للرسول عليه الصلاه والسلام. نبداو الفيديو. تبكي على ما الطفوله ديالي داس عانيت بزاف الطفوله ديالي بسبب الوالدين. الوالد والوالده. الوالد كان تيتعدى على الام بزاف، كان تيتعرض الوالد للمخدرات اللي هو الخمر اللي هو القرقوبي. كنت يدخل بالليل تيبقى الام تيبقى يضربها ويسطم لها على راسها. واحد النهار مازال صغير قال لي دخل للبيت. من دخلت للبيت طرقت عليا الباب، فتحت الباب غير شويه سرع موس ضرب الام ديالي لوجهها. شحال من غرزه تقريبا شي 16 غرزه ولا 17 غرزه في وجهها. وهاد المساله ديال الضرب يعني واش كانت كتكرر دائما ولا غير مره؟ هادشي عانيت معاهم بزاف، عشت واحد الموقف معاهم في العذاب بزاف. من بعد خرجت للتشرد، خرجت للزنقه. يعني الحياه كانت مضطربه داخل انا ما قدرتش نعيش في داك الموقف. ما نجلسش. يعني الجو كان ماشي هو هذا. نخرج للزنقه احسن لي من داك العيش. نعيش في الزنقه في العذاب احسن من نعيش في الدار وانا في العذاب. من بعد خرجت للزنقه. واش خرجتي بمره ولا كنتي كتخرج وكترجع؟ لا، خرجت في مره صافي، خرجت في خطره اللي لحدي الان تستغلوني شي وحدين. انا ديك العاقبه ما كنتش عارف التالي ديالها شنو هو. كيفاش استغلوك؟ دابا غتحاول تشرح لينا. دابا انت ملي خرجتي من الدار خرجتي للزنقه، اول حاجه واش هزيتي البليه ولا ما هزيتيهاش؟ اول حاجه وليت نتعرض للبليه. وليتي كتستعملها؟ وليت نستعمل البليه. انواع البليه اللي كنتي كتستعمل في هذيك المرحله؟ هذيك المرحله كنت نستعمل جميع المخدرات، جميع البليه اللي اي بليه اللي تصفيق الوعد نستعملها. اول حاجه سي محمد، اول بليه بديتي بها؟ اول بليه بديت بالكارو. من بعد تراميت المخدرات. الكارو، من بعد تراميتي الحشيش هاك، من بعد الحشيش تراميت للدواء القرقوبي، المهلوسات. من بعد المهلوسات وليتي كتستعمل شي حاجه اخرى؟ وليت نستعمل الخمر، الشراب. السيليسيون لا نهائيا. لا. في هذه المرحله هذه وانت في الزنقه كتعيش وكتستعمل هذه المخدرات، تلاقيتي مع شي جماعه؟ تلاقيت مع شي جماعه اللي هما 5 ديال الناس. واش هاد الدراري اللي تلاقيتي معاهم هاد الجماعه في نفس السن ديالك ولا كبر منك ولا صغر منك؟ شي شويه. فيتينك بشحال من عام تقريبا؟ في عمرهم شي 18 عام. وانت ديك 18 عام 20 عام. وانت ديك الساعه عندك 12 عام؟ عندي 12 عام. كيفاش استغلوك؟ استغلوني. مشيت معاهم لواحد الدار، جلست معاهم، مشاو شراو لي ملابس الحوايج. قالوا لي انت صغير تعيش معانا وتخرج معانا وكذا. انا عقل صغير ما عارفش داكشي، ما عارفش العاقبه ديالو شنو هي التاليه. كنتي مازال ما فاهم في الدنيا؟ كنت مازال ما فهمت في الدنيا حتى حاجه. انا كنت مشيت معاهم ومتي الجريمه الاولى، الجريمه الثانيه. يعني كنتو كديروا السرقه؟ كنتو كديروا السطو، كديو بنادم ديالو. من بعد قبضونا رجال الشرطه. قبضوني. بشحال تحكم عليك؟ 10 سنوات. يعني دخلتي السجن وانت العمر ديالك 16 سنه. مازال ما فاهمش هذاك العالم كيفاش داير، مازال ما عرفت حتى حاجه كي دايره الدنيا. قبل ما غندخلوا للعالم ديال السجن وكيفاش عشتي تما، واش قدرتي تتاقلم واش ما قدرتيش تتاقلم بحكم انك كنتي صغير في السن؟ اللي هو السجن استاذ. قبل غادي نطرح عليك واحد السؤال. يعني بغيت غنعرف يعني العلاقه ما بين الام والاب ديالك، واش كانت دائما متوتره ولا كانت فيها علاقه ديال الموده والحب بيناتهم؟ لا، ما كانش هادشي. كان دائما العنف. كان بزاف داكشي، بزاف داكشي لا يطاق. داكشي ولكن امهات واباء اخرين ما يديروش داكشي اللي هو عش انا ظروف معاهم بزاف، وبسببهم ضعت. يعني الضحيه هو انت؟ انا ولد دابا هما كنت انا ضحيه عندهم. انا بالنسبه لي انا هو الضحيه. انا بسببهم خرجت للتشرد، بسببهم خرجت للزنقه، بسببهم بزاف د الحوايج. علاش هادشي؟ ما
وناس نطالب علاش هاد الشيء هذا، علاش هاد الشيء انا اللي عشو انايا. شنو هو الحياه ديالي انا اللي عشت انا، الظروف ديالي انا قاسيه بزاف. كاينش اللي عايشه بحالي، انا عشت بزاف. عشتي مع الاب ديالك والام ديالك في ظروف بزاف، ظروف ماشي غير صعيبه، جيد فوق. عشتي في الزنقه ظروف ايوا انا قصير. واش كاين شي واحد الاب يضرب الابن ديالو وهو مازال صغير؟ انا راه هادشي تنقول اللي في قلبي تنعاودو. انا راه الاب ديالي شير عليا بحمل السلاح وشير عليا بقرعه ديال الخمر، اللي هو انا مازال صغير، ما ويدخل ويبقى يشرب في الدار ويدخل صحابو اللي ما صالحينش وبزاف د الحوايج. علاش هادشي هذا؟ الام ديالك شنو كانت كتقول؟ الام ديالي ملي تيخرج تجي مسكينه تسقى تبكي تقول لي ولدي مازال عاقل على حاجه وحده. قلت لها الام ديالي انا نخرج، قلت لها انا ما عندي لا ام لا اب لا والو، سنخرج للزنقه نعيش داكشي في الزنقه احسن ما نعيشو في الدار. وشنو قالت لك مسكينه؟ الام مسكينه شنو غتقول؟ بقات تبكي عندما تقول مسكين واحد الساعه اللي هو مازال عاقل. خرجت مع شي 5 الصباح اللي هو لحد الان انا مازال. يعني 5 الصباح علاش خرجتي مع 5 الصباح؟ شنو وقع مع 5 الصباح؟ خرج دخل الاب ديالي ودخل شي حوايج اللي ما صالحينش دخلهم للدار. بحال زعما دخل مع شي وحدين ولا شنو؟ دخل مع شي وحدين، دخل مع اللي هو كنتي شي حوايج اللي ما قدرتيش تقولهم. والام ديالك ما كتبقى تشوف، ما كتقدر تقول حتى شي حاجه. الام ديالي تضرب. انا شنو هو؟ انا ذنبي انايا دابا، انا وضحيه. هذا انا شنو ذنبي؟ نمشي ذنبي دي حاجه انا اللي هو ذنبي. انا بقيت انا وليت بحال دابا حاشاكم، وليت بحال شي كلب. يعني ما عرفتيش الاب ديالك علاش كان كيضرب الام ديالك؟ كيضرب على اقل سبب ولا ضروري ما كانت كدير لي حتى شي حاجه؟ يعني كتستفزو ولا كتحاول؟ الام ديالي كانت درويشه بزاف الله يرحمها، ولا كانت كتعارضوا على داكشي اللي كان كيدير هو؟ بزاف. تهضر معاه في مصلحته، ملي تهضر معاه في داكشي هو تيضربها. كان كيضربها قدامك؟ كان تيضربها قدامي وكنت تعرض للقمر، دالها رزقها كامل باعو. مني كان كيضربها كيفاش كان كيكون الاحساس ديالك؟ واش كان كيبقى فيك الحال ولا كان هذاك الشيء بطبيعه الحال يبقى فيك الحال؟ بطبيعه الحال. الام ديالك تشوف الام ديالك طايحه في الارض وتيصدم لها على راسها، هي كتغوات وهي تغوت وعباد الله تيسمعوا. شنو باش تحس ضروري بغيت دير شي حاجه؟ ديك راه الام وهذاك راه الاب، ما عندك ما دير. الاخ محمد، كنشوفوا ان فيك اكثر من 200 ضربه في الوجه ديالك. اول مره ضربتي وجهك شحال كان في عمرك؟ اول مره ضربت وجهي راني في السجن. شنو هما الاسباب اللي كانوا كيدفعوك تضرب وجهك؟ انا هادشي الضربي هادو نهار اللي شفت الام ديالي تضربت في وجهها وانا مازال قصير، حدي تنكبر وانا تنفكر داكشي بحال مدفون عندك في العقل الباطن، ما بغاش يفارق لك المخيله ديالك. لا عايش معاك. لا عايش معايا هادشي. يعني وليتي باغي تطبقوا على راسك في اي لحظه؟ انا وليت نطبقوا على راسي. انا هات كلشي وليت نديرو لراسي. يعني كاينين البلايص اللي محفورين بزاف. كنت بالليل تنكون ناعس، تنبقى نحلم بداكشي اللي شفتو في الصغر ديالي. عايش معاك هذاك داك الكوارث اللي عشتهم في الصغر ديالي. من بديت تنكبر وليت تنعس تنبقى نحلم بداكشي، كتبدا تسترجعهم، نبقى ندور، نبقى نفكر بزاف د الحوايج. فوقاش بديت تنتعقد لي هو الحياه ديالي تظلم عليا. هي ملي مشات لي العتبه، مشات لي الام، توفات لك الام ديالك وانت داخل السجن. انا في السجن. واخا ملي توفات دابا انت ملي دخلتي السجن بشحال تحكمتي؟ تحكمت ب10 سنوات. شحال دوزتي عاد توفات الوالده؟ دوز شي عام ونص. وشنو سبب الوفاه ديالها؟ سبب الوفاه ديالها انا الاخ ديالي كان قال لي ديك الضربه اللي كنضربها باك الراس ببوطه، شير عليها ببوطه، اللي هي ديك الضربه ما سالش الدم. اخ محمد، ملي كنتي كضرب وجهك شنو هي الرساله اللي كنتي كتبغي توصل؟ واش باش تاخذ حقك او تبعد عليك الحقره، ولا كان عندك شي حاجه داخل قلبك ما راضيش عليها وكتبرد الحر ديالها في وجهك؟ انا كنت نضرب راسي ماشي باش نبين الناس حقا انا راني بطل، ولا انا القلب ديالي عندي القلب اللي هو فيه شي حوايج اللي هو ما نقولهمش، تنوض نضرب راسي. حقاش المجتمع ديالنا ما كاين بحال دابا بنادم جالس وانت تعاود له قصه حياتك
واش تعاودوا الظروف ديالك باش عشي ما تعاودلوش. كاين اللي تعاود له يحس بيك، كاين اللي تعاود له واحد يقولها لواحد، وكاين اللي نهار تبغي تدابز مع بنادم يبقى يعايرك بداك نفس داك الديكور اللي قلتي له. يعني انت خويتي عليه قلبك هو كيبدا يستغل هذاك الشيء. يز بحال دابا غير تستفز انت وياك دا شي وقع شي نقاش يبقى يستفزك بداك الشيء اللي قلتيه وبداك الشيء بزاف، ويقول لك انت كنتي عايش هكا وانت كذا وكذا. اخس محمد دخلتي السجن وانت عندك 16 عام، ودابا كيف ما قلتي لنا عندك 28 سنه. يعني مني دخلتي السجن كيفاش كان السجن انذاك؟ حاول توصف لينا الظروف كيفاش كانت. اللي هو السجن كان غابه، كان القوي ياكل الضعيف. اللي هو الزنزانه تكون انت ما عندكش، الناس عندهم. كاين اللي يستغل، كاين اللي يقول لك بحال دابا نوض تصبر ليه، نوض دير ليه، نوض فعل ليه باش يعطيك التاكل، باش يعطيك شي حاجه. المهم ما يعطيك الحاجه تيخدمك. هادو بالنسبه للناس اللي ما كيجوش عندهم والديهم ما تيجيوش لعندهم، ما كتجيهمش الزياره والو. فحال اش مثلا نوع الخدمه خدمك بحال دابا تنفضلوا الكوات كاشات ديالو، تنفضلوا الكاشه ديالو باش يتغطى، تصب له حوايجو، اي حاجه يستغل لك باكيه الكارو، يعني تستغلي حاجه بشي المهم شي حاجه اللي ما تاكل. السجن ديك الوقت اللي هي 2009 2008 كانت غابه ماشي السجن. هاد الظروف اللي كتعاود لينا والسجن كان غابه ودخلتي وانت عندك 16 عام، واش قدرتي تتاقلم مع هاد الجو وانت باقي صغير وما عندكش فكره على هاد العالم اللي انت دخلتي ليه؟ اللي هو دخلت انا السجن، دخلت للاحداث اللي هو الحي الاحداث كيدخلوا ليه من العمر من 16 عام تالين، من 16 عام حتى 18 عام اللي هو الاحداث. من بعد ملي كتفوت 18 عام تفوت 18 عام تدير 20 عام كنتي يدخلوك مع الناس دخلتي مع الاحداث، دخلتي مع الناس الكبار. كيفاش كانت الاحداث ديك الساعه؟ اللي هو الاحداث راه حاجه وحده بغيت نقولها ونوصل هذه الرساله هذه. المرحومه الله يرحمها منين خطاتنا صافي اللي هي ماما اسيه، وصنوصل هذه الرساله حتى للقبر ديالها الله يرحمها ويوسع عليها. شنو الخدمات اللي كانت كتقدم لكم هذه السيده؟ هاد ماما اسيه كانت اي حاجه تعطيك النيميرو ديالها، اي حاجه وقعت لك في السجن تصوني عليها تجي عندك مسكينه. هي كانت تمنا، كانت سبانه، كانت خونا، اي حاجه. هاد ماما اسيه كانت هي الام الثانيه، كانت هي الام الثانيه، ولا هي الام لمن لا ام له. اي حاجه تعيط لها تجي تفك لك المشكل. وانت داخل السجن واش كانوا كيزوروك والديك؟ ملي مشات الام والاب بقى يزورني حتى واحد، كانت تزورني هاد ماما اسيه، واللي هي ملي مشات لي الام ديالي صونيت على ماما اسيه جات لعندي قالت لي مشات الام ديالك انا الام ديالك الثانيه. ملي تلقيتي الخبر ديال الوفاه ديال الام ديالك وانت داخل السجن كيفاش حسيتي؟ كيفاش صافي ديك الساعه الظروف ديالك؟ ديك الساعه قبل ما نسمع هاد الاخبار كان الضوء قدامي، من سمعت الام مشات ولا الظلام قدامي صافي. كيفاش وصلك الخبر؟ الخبر صونيت على الاخ ديالي وهي في التيليكارت، جبرت الاخ ديالي تيبكي، قلت له مالك عادل؟ قال لي حتى الغدا نجي عندك الزياره ونقول لك. قلت له انا عارفني عادل، انا شنو قول لي علاش تبكي علاش؟ قال لي راه الام ديالك بغاها الله داها. صافي حطيت ديك التيليكارت هبطت على ركابيه صافي. تما فين نبدا الاعتداء على نفسي، وتما فين تزيد حياتي الظلام واللي هي بزاف د الحوايج. واول ضربه في اول ضربه في وجهي انايا اللي هي عندي عمليه هذه على حساب الام ديالي هذه اللي هو العرق ديال الريق قايسو. اول مره هذه اول مره نبدا على حساب الام ديالي. صافي الحياه ديالي بدات الصدام اللي هو عاوتاني جا عندي اللي هو المدير ديال المؤسسه قال لي مالك ولدي؟ قلت له انا اللي بغيتها اللي مالي راه داها الله. قلت له انا باغي نطالب شي فيديو شي حاجه للجمعيه، حيت انا مازال احدث ما عندي لا الصوابيق لا والو، نخرج نترحم غير على حيت انا مازال عندي المنتيف طويل، نخرج نترحم عليها ونرجع هي اللي ما كاين لا مساعده لا والو. تما فين الحياه ديالي تتزيد ظلامت عليا صافي. تما وليت نستعمل اي حاجه من مده اللي هي مده 3 شهور. جاني خبر اللي هو الاب تا هو مسكين توفى. اللي هو الاب ديالي. صافي وليت تنشوف الحياه ديالي صافي مشات. دابا انت خليتيهم في الحياه، دخلتي السجن، توفات الوالده والاب وتبع الام ديالك، حسيتي راسك بقيتي وحيد في الدنيا. صافي اللي هو مده ديك العقوبه وعانيت بزاف على ذكر المعاناه، عمرك تعرضتي للحقره؟ تعرضت داخل السجن؟ تعرضت. الحقره من طرف السجناء ولا من طرف الموظفين؟ طرف الموظف. وانا تعرضت للحقره من طرف الموظف. واش اللي هو انا السجن اللي هو انا النزلاء
كاملين ما نقول كاملين كلشي عندهم عزيز اللي هو تسكن مظلوم، تسكن بحال دابا مظلوم، تخرج اللي هو عند الموظف تيردك انت ظالم. واش كانوا كيظلموك ولا انت كنتي متمرد يعني ما بقيتيش عارف شنو كدير ولا ما بقيتيش ضابط الامور ديالك؟ ماشي ما ضابطش، اللي هو الاستاذ اللي هو السجن عندك تسوى ما عندكش راه ما تسواش. مني مات الاب والام ديالك ما بقى كيجي عندك حتى شي واحد، ما بقاش الزياره. كانت تجي عندي ماما اسيه مسكينه باش خرج انت نجلس في الزياره في قاعه الزياره تجلس معايا كامل نمشي شو تعيطوا له الزياره تتم خارج عند والديه، كنت نحس بواحد الحقره ما نقول لك النقص بزاف. يعني الناس كيجيو عندهم والديهم الزياره انت ما كيجي عندك حتى شي واحد، كتحس براسك يعني انت وحيد في الدنيا ما كاين لا حنين لا رحيم. لا واه. من بعد سالات العقوبه وانا هادشي هذا كنت تنديرو في السجن، كاينين الناس كثر مني هادشي عادي في السجن كلشي بحال، ولكن من خرجت من حطيت رجلي للزنقه السيفيل يعني كملتي ال10 سنوات وخرجتي؟ كملتها وخرجت، اللي هو من خرجت جبرت الحبس اللي كنت فيه صغير ولكن خرجت للحبس الكبير. بقيتي الحبس ارحم من السيفيل؟ بقيتي الناس مازال خرجت للسيفيل. لا هو عباد الله تيشوفوني هكا. واخا قبل من خرجتي السيفيل وكيفاش كيشوفوك الناس، نظره المجتمع ليك وانت ضارب وجهك مثلا بزاف ضربات، يعني ملي كنتي كتضرب وجهك داخل السجن واش ما عمر شي حد من المسؤولين داخل السجن يعني داك عند شي طبيب نفسي يساعدك باش ما تبقاش تضرب راسك؟ خرجوني الطبيب النفساني، كان كيهضر معاك كيتناقش معاك؟ تيهضر معايا طبيب نفس الطبيبه النفسانيه تيسولني كذا، ولكن كاين الموظف اللي تيضرك مجرم انت في السجن دابا انت تيضربوا لك الشوكه. واش التعليمات ديال الطبيب ولا هما التعمار ديال الموظف تيدخلوك تيضربوا لك الشوكه؟ ملي كيضربوا لك الشوكه راه ما كيضربوش لك من الفراغ، يعني انت كنتي كدير المشاكل اعتداء على نفسي كتضرب راسك باش ما تبقاش ما كتضارب مع حتى شي واحد؟ لا والو، كنت يضربوا لي الشوكه باش ما نضربش راسي. ملي كتقول لك هاد الشوكه كيفاش كتولي نتايا؟ تبقى حاشاك بحال الكلب، تدير داكشي في حوايجك صافي تبقى حاشاك بحال الكلب. شحال المده كتبقى الفعاليه ديال هذيك الابره اللي كانوا كيدقوا لك؟ كاينه الابره ديال مده 3 شهور 4 شهور وهي طالعه، كاين اللي يضرب لك الشوكه لمده 3 عام تبقى غير. شحال من شوكه تقريبا؟ شوكه وحده تيضربوا لك. لا انت شحال من شوكه تقريبا دقيتي؟ اللي هو ضرب شي 7 الشوكات. ملي كانوا كيتقولوا لك ديك البره ما كنتيش كتبقى تضرب راسك؟ لا تتبقى مكوفر، تيديوك للمصحه ديال الاطبيب ديال السجن المصحه. ولكن انت كنتي كضرب وجهك ضرب مبرح يعني ماشي شي ضرب عادي يعني بحال كانوا هما راه كانوا كيرحموك الا جيتي تشوف باش ما تزيدش تضرب راسك. كنت بزاف د الحوايج كنت ندير انتحارات، كنت نشنق راسي، كنت بزاف على صافي. ملي مشاو لي جوج د الناس ما كنتش طالب باغي نخرج للزنقه، كنت باغي نطالب نموت تما نمشي نتبع والدي نتبع. يعني فقدتي الامل في الحياه؟ يعني فقدت في كل شيء، يعني فقدت كل شيء. دوك جوج الناس اللي كانوا الام والاب ديالك فقدت كل شيء. لا حنين الله رحيم. لا حنين الله رحيم. والام لا تعوض والاب لا يعوض. قال لك الا مشات لك الام وسد العتبه، الا مشى لك الاب كيقول لك توسد الركبه، والا مشات لك الام توسد العتبه. سي محمد من بعد ما خرجتي من السجن، يعني خرجتي من الحبس الصغير خرجتي للحبس الكبير، يعني شنو السبب اللي خلاك انك تقول هاد الهضره؟ حيت المجتمع ديالنا ما تيرحمش. بحال زعما شنو هما الحوايج اللي ما رحموكش فيهم المجتمع؟ كانوا تيشوفوني بحال دابا انا عادي، مواطن عادي، شوفوني هكا بالضرابي تيبقاو يخافوا مني. تمديت فشي زنقه شي شارع عمومي كيخافوا مني بزاف، ولكن ما عارفينش شنو. شوف انت يا غادي في الطريق تشوفك المراه ولا البنت جاي تتهرب منك بزاف، تكون قابضه صاك التليفون كذا تخبعو انت نيتك حسنه غادي. انا تنهضر هاد الناس هادو اللي تيشوفوني تيخافوا مني. علاش يقول هذا ما رحمش في راسو واش يرحمنا حنايا؟ ولكن لا، انا راني عندي اسباب ديالي، عندي اسباب. انا اللي هو في هذا القلب هذا عندي اسباب، من اديش الناس. انا سي محمد اشنو هي الرساله اللي غتبغي توصل للناس اللي كيصدروا عليك احكام مسبقه من اول نظره، كيشوفوا الندوب اللي عندك في وجهك كيخافوا منك، اشنو تبغي تقول لهم؟ هاد الناس هادو اللي تنوصلهم هاد الرساله هادو، واخا تشوفوا بنادم هكا ما تحكموش عليه، تعرفوا عنده اسباب في قلبه، ما تعرف بزاف د الحوايج، خصكم تحكموا على ما تحكموش على هذاك الانسان حقا مضروب حقا نحكموا عليه حقا مجرم حقا كذا. لا، راه كاين اللي عنده مسكين اسباب ديالو، كاين اللي عنده ظروف ديالو، كاين اللي عانى معانيات ديالو، كاين اللي بزاف. سي محمد ما ندمتيش على هاد الضرب اللي ضربتي وجهك؟ ندمت بزاف. ما نقرعش انا الحياه ديالي ترجع لي ملي كانت في عمري 11 عام
12 عام. ما تضربش راسك. كنت دابا انا داك الشيء اللي عارف وانا دابا عرفته بحال اللي سعيني ما نديرش هذا الشيء هذا. دابا انت ملي كنتي داخل السجن كنتي كضرب راسك، ودابا الضرب داخل السجن يعني شي حاجه عاديه حتى الناس بيناتهم، يعني انت كتشوفني مضروب وانا كنشوفك مضروب عادي هذا الشيء. ولكن انت صغير دخلتي عندك 16 عام خرجتي عندك 26 عام، خرجتي لواحد المجتمع اللي كيخاف من الضرب وكيخاف من الندوب وضرب الوجه. انا ملي كنت نضرب راسي في السجن كلشي بحال هادي عاد شي عادي في السيف، انا ما كنتش ناوي نخرج للزنقه ونصيب مشكل كبير بزاف. يعني كنتي انت كضرب راسك والاخر كيضرب راسك، هذيك النظره ديال بعضياتكم داخل السجن يعني عاديه، واحد يكون مضروب عادي. وانت كانت عندك ديك الساعه ملي دخلتي 16 عام 16 عام دوزتي 10 سنين داخل السجن، من بعد خرجتي عندك 26 سنه بصح يعني كتصطدم بواحد العالم اخر بواحد الواقع. خرجت انايا من خرجت ساليت التهمه ديالي وخرجت اللي هو جبرت مشكل بزاف برا. يعني المجتمع كيرفض الناس اللي مضروبين في وجههم بصح وكيخاف منهم، يخافوا من حقهم يخافوا، يعني كيقولوا ان هذا راه راسو ما رحموش، غادي يرحمنا حنا. كيفاش غيرحمنا حنا؟ وهذا في المخيال يعني ديال المجتمع ديالنا اللي كنعيشوا فيه. الشده الثانيه شحال دوزتي فيها؟ دوزت فيها 3 شهور. الشده الثالثه عام. الشده الرابعه عامين. يعني شحال المده دابا باش خرجتي من الشده الرابعه؟ هي دابا مده تقريبا شي عام. شي عام تقريبا. سي محمد، كيفاش كتجيب لقمه العيش ديالك ان دابا حتى شي واحد ما كيقدر يخدمك؟ يعني كيفاش كتاكل، كيفاش كتشرب؟ مثلا الناس اللي عارفين اللي قلبي، اللي تعطيني شويه الخبز اللي كدا ولا اللي تيكون تياكل تيعيط لي، اللي سوا عارفني داك الانسان تيعيط لي تناكل معاه. وهذه هي الحياه. فين ساكن دابا انت؟ ساكن غير في واحد الدار مهجوره. فين بلاصه؟ اللي جيت المحطه دولة زياد. عندك بطاقه تعريف؟ لا ما عنديش. ما عندك حتى شي وثيقه اللي كتثبت الهويه ديالك؟ لا والو. كي داير الحياه في المحطه؟ الحياه الحقره بزاف. شنو القانون اللي خدام تما؟ قانون القوتي ياكل الضعف. قانون الغابه. ملي كتكون غادي في الطريق ما كتلقاش مشكل مع البوليس؟ تلقى مشكل بزاف. يعني الانظار متجهه لك؟ تلقى مشكل بزاف مع رجال الشرطه. كيوقفوك باش يديروا معك تحقيق الهويه. ما عندكش لا كارت طلع تم غادي في شي زنقه. انا دابا انا دابا في الزنقه على برا اللي هو في مغربي. انا اللي هو مغربي محرومين عليا بزاف د الحوايج وبزاف د البلايص محرومين عليا. بحالاش؟ محروم عليا الطوبيس، محروم عليا الطاكسي، محروم عليا بزاف. انا نبغي نجلس في شي بلاصه زويونه، ماشي نجلس في شي بلاصه زويونه نقي، نجلس انا نفاجي بحال عباد الله. محرومين عليا. كي نجي تجلس كاين اللي يكونوا جالسين حدا كينوضيو يمشيو بحالهم. تدير هكا واحد الساعه تصيب راسك بوحدك جالس في ديك البلاصه. كلشي كيبعد منك. كلشي كينفرك. كيفاش كتحس انت؟ كاين اللي تدخل لبلاصه تجلس يعيط للمخزن، يجي المخزن يديك. كيفاش كتحس انت في هذيك اللحظه ملي كتريح وسط الناس وشويه كتلقى كلشي نفر؟ ديك اللحظه ملي تنشوف انايا تنقول يا ربي الحبيب علاش مخليني تنتعذب هكا؟ يديني عندك نتعذب وما تخلينيش نتعذب هكا. هادو ابتلاءات من عند الله سبحانه وتعالى. تخلينيش نتعذب هكا، ديني لعندك نتعذب سما وما نتعذبش هنايا. اخ محمد، شنو هي الرساله اللي غتبغي توجهها للاباء والامهات بخصوص التربيه ديال وليداتهم؟ هاد الرساله دي تنبلغها للام والاب، الله يرحم لكم الوالدين. حاولوا ما تدابزوش حدا ولادكم مازالين قاصرين بزاف، على العبره ديالو. الله يرحم لكم الوالدين. هادشي اللي تنبلغ لكم هاد الرساله هادي. ما تحاولوش تضاربوا قدام ما ديروا حتى حاجه حدا ولادكم قاصرين بزاف. راه الولد قاصر تقول قاصر ما تيعرفش، ولكن راه ملي حد هو تيكبر هو تيتفكر داك الشيء كامل الصغر ديالو. الله يرحم لكم الوالدين. انا مازال حد الان تنقولها لكم وتنبلغ هاد الرساله هادي لهاد الجيل هذا اللي طالع وهاد الشباب العانقين اللي طالعين. هادشي ديال الاجرام، هادشي ديال كذا راه ما صالحش. راه كله حالو اي حاجه حالها ساهل، اي حاجه حالها ساهل. السرقه، الضرب والجرح، الاعتداء على الناس، بزاف د الحوايج. ولكن هلا تقلب راسك اخويا وتولي تقلب على راسك، غتدمر راسك وتدمر والديك معاك. راه والديك هما اللي تيبقاو في العذاب ماشي انت. والديك تيبقاو في العذاب. الله يرحم لكم الوالدين. مور هادشي حالو ساهل. الحبس مفتوح لاي مواطن، المغرب الطبيب مفتوح لاي مواطن. ولكن لا، حنا خصنا نمشيو نخدموا على راسنا، خصنا نمشيو نديروا شي حاجه ديالنا، اي حاجه نديروها، نخدموا دحلان، نخدموا بزاف د الحوايج. اللي هو انا حياتي اخوتي نهضر معاك، اللي انا حياتي تدمرات صافي. انا ضحيه في المجتمع وضحيه في مغربي، راني انا ضحيه. الله يرحم لكم الوالدين على هذه الرساله هذه.